ولدي اش هاد القراعيه ولدي؟ واش شكا ولدي تتشرب بزاف ديال هاد المشروبات الغازيه؟ واش عرفتي ولدي بان هاد الشيء راه خطر ليك على صحيحتك؟ لا الوالد لا، راه داكشي غير هضره. واش عرفت هاد المشروبات راه بنينه الوالد، بنينه بزاف وتخليك تحس بواحد انتعاشه زوينه. لا ما تكونش الوالد تضر. لا ما كاينش هذيك الهضره. واش ولدي واش قاري عليها شي شويه ولا غير تتهضر؟ لا ولدي لا، الله يرضي عليك لا. راه هاد المشروبات الغازيه راه فيها بزاف ديال السكر، راه واحد النسبه كبيره ديال السكر، وهاد السكر هذا راه تيخليك ان يكون عندك واحد زياده في الوزن، تيكون عندك الوزن ديالك كبير، وهذا الشيء تيدير مشاكل لا بالنسبه للقلب، وعندها مشاكل عاوتاني تاع على السنان. لا الله يرضي عليك ولدي كنت تسمع. لا الوالد راه قرينا حنا على هاد الشيء، راه قراوه لينا، ولكن الا خديتي واحد الكميه كثيره، انا الوالد ما تنديرش هذاك الشيء، انا تنشرب غير شي شويه. واخا شتي هاد القراعي هنا ما تخلعش، راه هذاك الشيء غير جامعو ما تخافش. لا ولدي راك ما عارف والو ولدي. لا واش خبرك بان هاد المشروبات الغازيه راه باش تبقى حافظه على هذاك الشيء تيديروا فيها مواد حافظه، وهاد المواد الحافظه راه تاثر على صحتك. المواد الحافظه؟ لا انا ما عرف خباريش بان تدير بان فيها المواد الحافظه، ما عرفش هذا الشيء. لا ولدي لا، اسمع لي الله يرضي عليك، راه كاينين ولدي واحد عدد كبير ديال الدراسات داروا على هاد المواد الحافظه، وراك عرفتي شنو هو النتيجه ولا ما عرفتيش؟ النتيجه ولدي اللي وصلوا ليها هي ان هاد المواد الحافظه الله يجعل السلامه تقدر دير لك السرطان، وتقدر دير لك امراض تاع القلب، وعندها واحد المشاكل كثيره ولدي على الصحه. لا الله يرضي عليك كنت تسمع. يا الوالد خلعتينا. هي قول لي هاد المواد الحافظه هذه راه خطيره، خصنا نتوقفوا عليها. راه تنعرفها الوالد ديالي، الدراري بزاف تيشربوا هاد المواد هادي. خصني تا صحابي نقولها لهم، تا انا خصني نقول لهم ما بقاش يشربوا هادشي. الا درتي ولدي هادشي راك خديتي واحد القرار اللي ما غتندمش عليه، راه غادي تولي صحيح ان شاء الله، وتولي صحيحتك بخير. وانت ولدي فاش تبغي تشري شي حاجه تشربها راه كاينه واحد الملصقات تكون لور، واحد الملصقه غذائيه، ديما هذاك الملصقات نقراها، قراها توضح لينا هذاك المنتوج اشنو فيه ومن اش يتكون وشحال النسبه ديال السكر، والمهم كي تيقولوا شلا حوايج فيه. لا الوالد انت نوعدك من اليوم ان شاء الله غادي نبقى ديما نشوف هذيك الورقه نقراها، وتا صحابي اي واحد بغى يشري شي حاجه غادي نقولها ليه باش هو يقرا هذيك الورقه. شكرا الوالد على هذه النصيحه، الله يخليك لينا. وفي الاخير وليداتي تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الحوار، وانتم كي تشوفوا ان هذه المواد الغازيه وبعض المواد الحافظه اللي تتكون في هذه الاطعمه هذه راه تتكون ضاره بالصحه، وتنتمنى من اليوم ان شاء الله انكم تبداو تجتنبوا انكم تاكلوا هاد المواد هذه لا بالقليل ولا بكثير. وتنوصي الامهات الله يرحم لكم الوالدين، حافظوا على وليداتكم وعلى صحتهم، وبقاو تراقبوا وليداتكم تعرفوا اش ياكلوا، وتنتمنى الصحه لاي واحد. المهم قبل ما نسالي ما تنساوش ان الى عجبكم هاد المعلومات هادو انكم تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا اللايك والبارطاج باش يوصل لاكبر عدد. والله يخلي لكم وليداتكم ووليداتنا ووليدات المسلمين كاملين. شكرا والى اللقاء.